السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ما عليك، اعرف الدنيا محترقه يمك وما تعرف اصلا شنو تقرا التاي وتحس الوضع دشت ما راح تنجح. ركز وياي وانا راح اضمن لك واخليك تنجح بمده اقصاها ساعتين ونص باذن الله تقدر تنجح بالعربي. راح تقول لي شلون؟ اقول لك ركز وياي. العربي ايش عندنا؟ ركز وياي. العربي ايش عندنا؟ عندنا قواعد، تمام، انشاء وعندنا الادب. قواعد قد عليها 40 درجه، الانشاء 20 وهنا عندنا 40. احنا ايش محتاجين؟ ال 20 مال الانشاء هاي ثابته مراد الاشي يكتب لي 3 صفحات انت نجحت بيها. القواعد جايب لك كنز، اخليك تضبط القواعد كلها. ركز كلها ما عدا بس الاستفهام اللي هو مو مهم بالنسبه لي، عرفت مهم بالنسبه لك بس لا مو مهم. الدرجه كلها هناك تستفهم عليه من 6 ل 8 درجات، وانت عندك قبل الترك يوصل 46 القواعد قبل الترك، فانت تقدر كلش عادي تضمن درجه 25 30 بكل اريحيه. راح اخليك بساعه ونص. ركز ايش كاتب لك اني؟ ساعه ونص اخليك تضبط كل مواضيع القواعد ما عدا الاستفهام. كل مواضيع القواعد يعني تضمن بالميت 30 35 25. يعني صار عندنا هسه على شو نقول انت ضمنت من انا 25، انا اخليك تضمن مو 25 اخليك تضمن 30 بس نقول 25 و20 صار عندنا 45. حلو. راح تقول لي شنو ذني؟ حق لك ركز وياي. جايب لك كانوا مدرستين، واحده اسمها هديل واحده اسمها نسرين، واثنيناتهم بساعه ونص الى ساعتين، ويا التضبيط مالتك حتى تضبطهن تصير كلها كسر بجميع ساعتين ونص تقريبا. تدخل هذا البوت اللي اخليك اياه رابط مالته بالتعليقات، بس انزل التعليقات راح تلقاه، وهذا هم المعرف مالته. اذا تريد توقف الشاشه وتكتب المعرف مالته يمك، تمام، وقف الشاشه كتب يمك المعرف وكتبه بالبحث مال التليجرام. هنا باوري هنا كتبه بالبحث مال التليجرام يطلع لك، تمام. نرجع للبوت، تيجي تدخل البوت، خاف مش تدوس هاي منها تنضمام، ترجع تعطي ستارت منه يفتح لك. نروح قسم القواعد، شوف شو مخلي لك. هاي نسرين الملائكه مقسم لك هاي القائمه. نسرين الملائكه شو مسوي اني؟ قسم لك اياها على شكل قائمه. الجزء الاول اللي باستفهام ونفي بين قوسين، هاي القائمه بيها كل المواضيع ما عدا منو؟ ما عدا الاستفهام. هنا انا مسوي لك اياها كتقسيم سريع، تمام. هاي هنا انا مخلي لك اياها النداء والتعجب مدح وذم والعرض والتقدير وتمني وترجي، تمام. وهنا انا شو مخلي لك؟ هنا انا مخلي لك التوكيد والتقديم والتاخير. قاعد 23 دقيقه 42 دقيقه. شوف لي هنا بالجزء الاول، شوف لي باء هنا 8 دقائق النداء، 17 دقيقه تعجب مدح وذم. ما فهمت علي نسرين ملائكه؟ ما عرفت شفت نفسك ما فهمت او تريد شيء بعد اسرع من نسرين ملائكه؟ هنا انا بخليك بالقائمه النفي. فهاي منو قلنا؟ اول قائمه نسرين الملائكه، نقول نسرين الملائكه هاي من انا تمارين. خافت موضوع تحس نفسك ما مضبطه وعندك وقت، ما عندك وقت لا تقراها. هاي تمارين الفصول، تمارين العفو المواضيع، كل موضوع تمارين مالته هاي ملزمه ما علينا بيها. هاي منو؟ هاي المدرسه اللي اسمها هديل، تمام. خلي بس اطفي وارجع شغله شوي عليك. ندوس من هنا ننتظر. هاي منو؟ هاي هديل، تمام. ركز وياي خليني اشوفك شغله، اصبر لي ثانيه واحده اعطيني مجال. وين هاي بالتعليقات. قاعد تشوف الاستفهام شو قد يخلص؟ النفي منين يبدا من ساعه و3 دقائق. المحاضره كلها ايش قد؟ ساعه و45 دقيقه. يعني انت بساعه ونص تضبط كل المواضيع من النفي لحد التعجب، كل مواضيع الكتاب تضبطها بجهد، حتى المواضيع مال الادبي اللي ضافوها لكم هسه جدا للعلمي وانت بالادبي اسمع وياي، ترى انا جايبك انت من ضمن النجاح راح تنجح وياي. كل المواضيع بش قد؟ كل المواضيع بساعه ونص، ساعه ونص بعد التسريح حتى 45 دقيقه تصير الى 30 دقيقه، تمام. سرع ويا المدرس وشرحها من تحت الصفر، هي ونسرين ملائكه ما مقصرين. جرب الدكتوره هديل ما نجحت وياها ماشي، يعني ما نجحت وياها بالفيلم ما فهمت عبر على نسرين، ما فهمت نسرين ارجع على هاي، تمام. ركز ويا اثنين جايب لك شرح من تحت الصفر على شرط تضبط كل مواضيع الكتاب ما عدا الاستفهام وتضمن 35 30 درجه مثل الوارد باسوء الحالات 28 درجه. خلصنا ضمننا ايش قد صار عندنا هسه احنا. ركز صار عندنا 45 درجه، يعني احنا نجحنا اصلا، نجحنا. ركز ويا نجحنا، بس شو نريد احنا نريد بعد نضمن درجه، تمام. شو نريد بعد نضمن درجه. ركز وياي شو بقى عندنا؟ نروح وين هسه؟ اعطيني مجال انا احب لك نروح وين. نروح للادب. شوف الادب شلون مدللك اني. ركز وياي ركز. الادب شنو عندنا؟ عندنا ملزمه مرشحات انا مخليك ابو الادبي وبالادبي. ركز وياي هنا انا تضمنت 15 درجه. هنا هاي ورقه واحده انا مخليك اياها ملف بالبوت هذا. شوف لي ابو الادبي، شوف الدلال المطلق. هاي دوس منها طبقت القواعد شفتها. تيجي وين تروح للادب العفو. تروح وين دوس منن على هاي، خاف ما تطلع لك، دوس على المربع تختار الادب. هنا انا مخلي لك الادبي. ركز وياي عوف لي هلا اساسا افهمك شنو هاي بواحد ملزمه النقد كله بورقه واحده بس، ورقه واحده بس، يعني صفحتين بس 15 درجه. 15 وتملك 45 هاي نجحت. شنو طلعت حدثه و15 ب 45 صار عندك 60 درجه انت نجحت هاي وطلعت 60 منين؟ نجي وراها شنو؟ نجي لابو العلمي ابو الادبي. انت فهمت وضعك، راح نعطيك ابو الادبي مو هنا توقف. ركز وياي مسوي لك اني تقسيم هنا. ركز قاعد تشوف التقسيم هذا. هنا انا كاتب لك الجزء الاول المدارس زائد موضوع الادب، هذا مال الادب الحديث، تمام. المدارس مدرسه شعر حر، مدرسه الحياه، مدرسه المهجر. كاتب المحجر هنا المساعد اللي عندي. فمدرسه المهجر هذني المدارس زاد الادب الحديث بالميت يضمن لك 5 ل 10 درجات، وكل ذني ما ياكل من يمك 5 دقائق الى 10 دقائق. المدارس كل مدرسه سؤالين 3، تمام. انا مقسم لك اول شيء تقرا لي المدارس، عندك وقت بقى اقرا لي المسرحيه، روايه، قصه قصيره، سيره. بقى عندك وقت اعبر لي للشعراء، علي الشرقي، جوهري، محمود درويش، حبوبي، حافظ ابراهيم. بس ذني لا تقرا اي شيء بعد. راح تقول لي شلون الشعراء؟ هم جايب لك كنز يعني نقطه. تقول لي الشعراء شلون احفظ قصايدهم صعبه. ها ركز، ما اريد تحفظ لي حياتهم بس قصته، بس العفو بس قصيدته، ومن قصيده تحفظ 3 الى 4 ابيات من كل قصيده، تمام. وافهم الشاعر حتى من يسالك يقول لك هو عايش بفهم، افهم قصته يعني شلون فهمت قصه حياته، افهمها انه قاعد تشرحها الصديق لك. راح تقول لي شلون احفظ؟ راح لك رابط بخليك اياه، هذا رابط طريقه حفظ الادب بسرعه. دوس عليه، هذا راح يحفظك القصايد بثواني، كل قصيده 3 دقائق 4 تحفظها كاغنيه، تمام. ركز، وهذا كنز خليك تحفظ منه. تحفظ الجزء الثالث اللي هو القصائد وين تحفظين؟ على هذا هسه انت دست بدء طلعت لك ذني
الاقسام، وصلت هنا ايش جوا، ايش حاط لك اني؟ حاط لك رابط مقطع فيديو، هذا باعه، هذا 38 دقيقه ضبط لك كل القصائد من الكتاب. احنا ما نريد نكون الكتاب كله، شو نريد؟ نريد فقط شغله واحده، فقط القصائد الخمسه ذني يضبط لي اياهم، ذني يضبط لنا خمسه، تجيب اصلا بس القصائد تضبطهم بالميت تضمن لك 15 درجه بجيبك، بالميت اذا مو 20 درجه تضبط، تمام، تجيبك بس من القصايد. وهنا أنا تضمن لك في 5 درجات الى 10 مال مدارس 5 10، وهنا أنا عندك هذا 15 20، هاي نجحت اخي، منك ناجح انت ومن انا، يعني انت انا اول ما اجي هسه افتح القواعد احرقها حرق، عوف القواعد عم يبدي بالادب، انت خاف تنعس، ابدي بالادب، احرق الادب كله، خليه اقضي لي بالادب في 4 ساعات، انطي ساعتين المن ساعتين ونص للقصايد، الله اكبر كبيره. شو اسوي؟ انطي بالادب ايش قد؟ انطي بالادب اول شيء عندي الشعراء خلينا ننطيهم في ساعتين، عمي 3 ساعات تحفظهم على هذا المقطع اللي انا منطيك اياه، احفظ القصايد انا 5 اضبطهن اكملهن، راح تقول لي زين القصايد وين راح القاهن؟ حقول لك انزل لي جوا، لا عوف خليني اكمل لك هسه بعدين احكي لك وين تلقاهن. خلصت ضبطت القصائد، ورا ما ضبطت القصائد شو تسوي لي؟ ارجع لي للمدارس، ضبط المدارس حاليا 5 درجات الادب تجيبها، بقى عندك وقت اقرا لي ذني، يعني هسه الترتيب مال الادب صار عندك، اول شيء ابدي لي بمنو؟ ابدي لي اذا انت وقتك كلش متاخر، يعني باقي لك كم دقيقه امتحان، اقرا لي المدارس، بس انا ترتيبي اللي ببالي شنو حتى نحفظ بسرعه، اول شيء منو؟ مدارس ما راح تاكل من يمك غير بس ايش قد؟ غير بس 15 دقيقة، راح تضبط موضوع المدارس، تمام؟ نيجي وراها شنو؟ نفتح المحاضرة هاي اللي انا منطيك اياها، تقرا لي ذني القصائد، علي الشرقي، الجواهري محمود درويش، الحبوبي، حافظ ابراهيم، تمام؟ تيجي انت وين؟ اعذروني، القصائد ايش قد تعطيها عمي؟ من ساعتين ل3 ساعات، والله تضبطهم كلهن، والله كل شاعر تقدر تضبطه، وشوف انا ايش منطق، انزل لي جوا، هذا مال النقد مال ادبي ما عليك بيه انت، انزل بعد لي جوا، ايش حاط لك اني؟ يعني ابو العلمي انت مالك علاقه بهاي، تمام؟ تعال انت شو تسوي وراش عندك؟ حاط لك ملزمه مال ادب اني هنا، اللي هي بيها المرشحات، اسميها مرشحات الادب، راح تدوس هنا تفتح الملزمه، كل شاعر بركز وياه هنا الشعر الحر هاي ما علينا بيها، نجي شعر، كل شاعر اني منطيك الى شنو؟ اسئله عليه، انت بس احفظ الصيغ مال الاسئله حتى من يجيك الشاعر انت تقدر تعرف شنو يجيك عليه وتجاوبه، يعني تعرف الشاعر مثلا يقول لك ولد بفلان مكان، حارب بفلان مكان، مرض بفلان مرض، تفهمني؟ فانا منطيك الاسئله هنا، زين تقول لي اجوبه ذي الاسئله وين راح القاهن؟ راح اقول لك اطلع خطوه وياي من هنا، ارجع لي وين؟ ارجع لي للتليجرام، هاي المرشحات، هاي الملزمه راح تلقى بيها الاجوبه مال المرشحات، تمام؟ يعني هاي المرشحات اسمها مرشحات الادب، هاي الملزمه اللي بيها الاجوبه مال المرشحات، فهمتني؟ فهسه احنا شنو قلنا؟ اول ما نجي نقرا المدارس، تمام، عليها ملزمه، نقرا على ذني الملزمتين، اخذ صيغه السؤال من هنا، تمام، واجاوبها بهاي الملزمه، خلصنا من يمها، ضبطنا منو المدارس، اجي وراها شو اسوي؟ شنو عندي اني؟ عندي الشعراء مثل ما قلنا، القصائد ذني احفظن على شنو؟ اذا اريد احفظن على هذا، احفظ القصيده على هاي المحاضره، والله ما حفظتها بدي اعرف صيغ الاسئله اللي تجيني على هاي القصيده، تجي شو تسوي؟ تنزل تلقى هنا مكتوب مرشحات الادب، تدوس عليها راح تعرف الصيغ اللي تيجي على هذا الشاعر، شلون تيجي الاسئله اللي عليه، خلصت من يمها، بقى عندك وقت ترجع تدخل لنفس الملزمه مال مرشحات الادب، هي مصدرك، تمام؟ تروح على ذني المسرحيه وربح فن السيره، المقاله، الروايه، المسرحيه، هذني المواضيع المسرحيه هاي تقراها، لا تقرا الشعراء، اقرا لي بس ذني، مسرحيه، روايه، خطابه، بس ذني اقراني يجي عليها اسئله، انا اللي انصح به، انت ما عندك وقت عوف لي ذني، ركز لي ذني اللي انا منطقي، هذا تاكل منك ساعتين لا 3 ساعات اذا حفظك كلش بطيء، المدارس تاكل منك تقريبا ربع ساعه بالزايد نص ساعه، يعني الادب كله ياكل من يمك من ساعتين ونص الى ايش قد؟ الى 4 ساعات، تمام؟ باقصى حد، هاي انا تضامن بالادب ما لا يقل عن 20 درجه، 20 درجه، واذا الله وفقك ما وشحتك منك، شنو تلقى قدامك تكذب، لا تعوف شيء فارغ، اتفلسف عليه، اتفلسف على المصح، لا تعوف لاي شيء فارغ بالادب، بالقواعد باي مكان، انشاء تشوف لو قاعده كلش، انشاء لا تخليه ينزل عن 4 صفحات، تمام؟ خلصنا من يمها، انت ضمنت ايش قد؟ بساعتين ونص الى 4 ساعات، ايش قد ضمنت؟ يعني انت لا تبدي باي الخطه ب 12 بالليل تلحق، بساعتين ونص ضبطت لي الى 4 ساعات، ضبطت لي الادب، القواعد قلنا ساعه ونص يتضبط كله، ما عدا النفي، وركز وياي والله كلش حرج، عوف لي حتى النفي، اقرا لي شنو؟ اقرا لي المواضيع ذني، ركز، اقرا لي منو بالقواعد، اقرا لي نداء وربع نداء، تعجب، مدح وذم، تمني وترجي، هذني المواضيع اقرا لي انسانات وسريعات، خلصتني، بقى عندك وقت، تمام؟ يعني كقواعد انا مرتب لك اياها كاجزاء، شوف هنا هذا التقسيم منطيك اياه اني، من ندوس هسه انت، تمام؟ من ندوس هسه هنا مسوي لك اياها اجزاء، الجزء الاول نشوف خلي لك به هنا، مخلي لك نداء، تعجب، مدح وذم، عرض وتحضير، تمني وترجي، هذني المواضيع سهلات وسريعات، انت تجي بالقواعد تقرا على هذا النمط، شلون احنا رتبناها قلنا المدارس، النوب، القصائد، النوب، مسرحيه وروايه وذني الامور، هنا بالقواعد اقرا على هذا النمط، اقرا اول شيء منو؟ نداء، تعجب، مدح وذم، تمني وترجي، ذني مواضيع سهلات وبسيطات وسريعات، ورا اقرا منو؟ اقرا تقديم وتاخير وتوكيد، بقى عندي وقت ارجع للنفي، ما اقرا بالمطلوب، تمام؟ اقرا من البدايه، لا اقرا من النهايه للبدايه، المواضيع السهله اللي يلقط بها الدرجه مالتي، يعني هسه انت شو تسوي؟ مختصر الكلام، ايش راح تسوي انت؟ راح تيجي اول شيء تقرا القواعد على نمط، راح تمشي على نمط نداء وربعه، تمام؟ نداء، تعجب، مدح وذم، تمني وترجي، تمام؟ والعرض والتحضير، النوب ايش تقرا التقديم وربعه، تقديم وتوكيد، تمام؟ التوكيد مو لك لا تقرا، اكو مواضيع بالتوكيد سهله، بدايات التوكيد، اقرا واطلع عوف التوكيد كله اذا انت بتلحق، خلصت ذني، عوف لي النفي، ما عندك وقت، تعوف لي الاستفهام، اعبر لي وين؟ اعبر لي على منو؟ اعبر لي على المدارس، تمام؟ خلصت تقريبا نص ساعه الى 15 دقيقه، انت خلصت المدارس، اطلب لي وين؟
اطلب لي على هاي المحاضره، ركز. وانت انا خلي خيارين للقواعد، خاف ما تفهم على نسرين اكو هديل، خاف ما تفهم على هديل اكو نسرين، تمام؟ حاط لك مثله. ايش قلنا؟ احنا خلصنا القواعد، خلصنا المدارس، وكل باو ركز ركز ترى كل شيء واضح يمك، لا تقعد تستغبي لي بالتعليقات وتقعد تضيع وقتك وتلطم، كل شيء واضح يمك هنا. حاط لك هنا الكليشه اللي راح تمشي عليها، هاي الخريطه اللي راح تمشي عليها. بس الفكره اقرا اول شيء المدارس، بعد اقرا القصائد. المدارس وين راح تلقاهن؟ راح تلقاهن بهاي الملزمه الاسئله مالتهن، اجوبتها الاسئله وين؟ وبهاي الملزمه. خلصنا من المدارس، نجي وراها منو؟ الشعراء. الشعراء ذول قدام اسمهم، هاي طريقه الحفظ مالتهم، اشغل المحاضره واحفظ وياه. اسئلتهم ما راح القاها بهاي المرشحات، راح القى الاسئله والشعراء حتى افهم من يجيني الشعر شلون اعرف هو الشعر اللي انا قاري. خلصنا من يمه، ضبطنا الشعراء، بعد ايش طولتهم؟ هاي والشعراء هم ضبطتهم. الشعراء هاي بهاي الحاله انت ضامن لي بال20 الى 25 درجه بالادب، وهنا انا ضامن لي من 25 الى 20 الى 30 بالقواعد، و20 عندك انشاء. هاي انت بالميت درجتك 60 بالميت. ايش قد يرادك وقت هذا كله؟ والله العظيم والله العظيم ما يرادك وقت لكل هاي الوسائل اكثر من 5 ساعات 6 ساعات. الادب ما يحتاج لك الى غير بس من ساعتين ونص ل 3 ساعات ونص 4 ساعات. 3 ساعات ونص نقدر نقول، من ساعتين ونص 3 ساعات ونص ضبط اللي قلت لك عليه يعني عمي 4 ساعات. القواعد يراد لها ساعه ساعه ونص. هاي انت 5 ساعات 5 ساعات 5 ساعات ونص تكملت. ليش تلطم؟ اقرا بابا، وقت تلطم هسه. والله عندي طلاب نجحوا بساعتين، لا تلطم. يلا روح اقرا البوت، راح تلقى مثبت بواو التعليم. يلا باي، روح لقرايتك.